يعطيكم العافية. كتير منا بيسأل عن قانون وكيفية التملك بالجمهورية التركية. اليوم رح أعطيكم مختصر مفيد عن هالموضوع، وإن شاء الله بوضح كل التساؤلات اللي بتهم المستثمرين الأجانب غير الأتراك بموضوع العقارات بتركيا. العنوان الأبرز لموضوع التملك بالجمهورية التركية هو التملك الحر بدون قيود وإلغاء قانون المعاملة بالمثل، وصار الأجنبي بيقدر يتملك بتركيا مع احترام بعض المعايير. وأخذ قانون المعني بهذا الأمر حيز التنفيذ سنة 2013، قانون تسجيل العقاري رقم 2644 الفقرة 35، والمعدل بقانون رقم 6302 بتاريخ 18/5/2012. باختصار، يمكن للأجنبي شراء أي نوع من الممتلكات، إن كان شقة، فيلا، أرض زراعية، عقار لممارسة عمل تجاري، أو أي عقار غير منقول ما عدا العقارات التي تدخل ضمن مناطق عسكرية أو أي أرض تابعة مباشرة للدولة التركية، أي ما يسمى مشاع. يستثنى من قانون التملك الأجانب بعض الجنسيات مثل السوريين، الأرمن، النيجيريين، الكوبيين واليمنيين. نوع التملك بالجمهورية التركية هو التملك الحر أو ما يسمى بالفري هولد، يعني سند الملكية أو الطابو بيكون باسم الشاري 100% وبيورث من بعده. بالنسبة للضرائب والمصاريف الحكومية، تضاف نسبة 3.9 من قيمة العقار الأصلية المسجلة بالدوائر العقارية، وليس سعر العقار المتفق عليه بين الشاري والبائع. يعني مثلا شقة ثمنها 100,000 بس مسجلة بالدوائر العقارية بقيمة 40,000، الضريبة بهالحالة بتكون 3.9 على القيمة المسجلة اللي هي 40,000 ومش على 100,000 اللي هو السعر. وهي الضريبة هي عبارة عن 2% على الشراء و1% على المبيع، مجموعهم 3.9% تدفع لمرة واحدة فقط ومش بشكل سنوي. بيجي بعد منها رسوم البلدية اللي بتندفع سنويا وما بتتعدى 0.3% أو 3 بالألف من قيمة العقار الأصلية المسجلة بالدوائر العقارية، والرسوم هاي بتكون مقابل خدمات البلدية والتنظيم المدني للمدينة. هذا بالنسبة للمصاريف الرسمية المباشرة. أما بالنسبة لباقي المصاريف اللي بتتعلق بتسجيل العقار فهي على الشكل التالي: 1. ترجمة جواز السفر الشاري إلى اللغة التركية، تكلفتها ما بتتعدى $50. رسوم نقل سند الملكية من المالك القديم ما بتتعدى $60. رسوم مترجم محلف ومرخص ومسجل بنقابة المترجمين التركية ما بتتعدى $100. رسوم متابعة المعاملة من مكتب تعقيب معاملات السجل العقاري، والمكتب هذا بيكون مرخص ومعتمد من السجل العقاري، ما بتتعدى $200. يعني كل هالمصاريف هاي ما بتتعدى $500 على العقار الواحد. هلأ خطوات الشراء والتملك. أول شيء الحصول على رقم ضريبي يلي عمليته أصلا كتير سهلة، الأجنبي بيحصل عليه من مركز الضرائب بالمدينة الموجود فيها بموجب جواز سفره. 2. فتح حساب بنكي بغرض تحويل ثمن العقار من الخارج لإتمام عملية الشراء، وهي العملية كمان كتير سهلة، بتتطلب جواز سفر والرقم الضريبي ورقم موبايل هاتف جوال تركي، بالإضافة لعنوان السكن ببلد الأم. بهيك حالة يستحسن إحضار أي مستند يثبت عنوان السكن ببلد الأم، مثل فاتورة كهرباء أو فاتورة هاتف أو عقد أجار أو سند ملكية ببلد الأم. 3. توقيع عقد شراء بين الشاري والبائع، إن كان شخص أو إن كان شركة، والعقد ببين كيفية الدفع والبنود الجزائية إذا وجدت. يستحسن يكون العقد مع طرف وسيط مثل مكتب عقاري مثلا لضمان حقوق الشاري والبائع. والعقد بيكون عادة بلغتين، لغة عربية وتركية مثلا أو إنجليش وتركي. عادة بيدفع الشاري جزء من المبلغ المتفق عليه عن توقيع العقد، ممكن يكون 10%، والجزء الثاني المتوقع من ثمن العقار يدفع عند استلام الطابو أو سند الملكية. بعد تحضير العقد
يرفق مع جواز سفر الشاري المترجم، مع صورتين شمسيتين، مع الطابو سنة الملكية القديم، مع براءة ذمة للعقار انه ما في عليه اي ضرائب او اي متأخرات للبلدية، عن طريق مكتب تعقيب معاملات لحتى يكملوا اجراءات نقل الملكية. هاي العملية كلها بتاخد وقت، عادة بتاخد بين 3 ايام واسبوع اذا كان في موافقة مسبقة على العقار، او اذا ما كان في موافقة مسبقة بتاخد بين شهر لشهرين بسبب التحقق من امكانية شراء الاجنبي بالمنطقة من الجهات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، للتأكد من ان المالك الجديد لا يقع في مناطق محظورة قد تشكل خطر على الامن القومي التركي. المرحلة الأخيرة هي استدعاء الشاري والبائع مع المترجم إلى دائرة التسجيل العقاري أو ما يسمى محكمة الطابو، وتتم عملية نقل الملكية بشكل واضح ومفهوم كتير كبير. يعني بيكون قاعد الأوفيسر مع الشاري والبائع وبفسر لهم بتفسير ممل، وبيتم تسليم السند للشاري من قبل موظف دائرة العقارات حصرا، وليس كاتب عدل أو مكتب عقاري أو مكتب تعقيب معاملات أو أي جهة تانية، بس من محكمة الطابو بيصير التسليم. إن شاء الله يا رب بكون أنا غطيت لكم معظم التساؤلات اللي بتهمكم. وبالمناسبة شركة صدر إملاك للعقارات بتتابع زباينها من لحظة الوصول لتركيا للحظة استلام الطابو وخطوة بخطوة. كان معكم مجد خاص لشركة صدر إملاك. شكرا.